في بداية الفيديو كده يا جماعة حابب بس أتكلم عن شركة بتاعة توضيبات وتشطيبات بتاع واحد صديق ليا وحبيبي بيعمل محلات محترمة جدا وفلل وشقق وحاجات زي كده. أحط لكم فيديو كده اتفرجوا عليه، يعني ممكن في آخر الفيديو اتفرجوا عليه، حاجات حلوة جدا هتعجبكم. وفي برضو صفحة هنا بتاعة ياسر معانا في المحل، بس هو بيبيع حاجات منتجات مصري بس منتجات حلوة وأسعارها حلوة وجميلة. برضو خشوا برضو تابعوه كده وشوفوا لو في حد ممكن يحتاج حاجه، عنده حاجات حلوه وحديثه وشكلها كويس والترندات بتاعت الايام دي. برضو نبقى بنساعد بعضينا كده ونحاول نوصل الحاجات اللي عند الناس ليكم لو نقدر، ونخلي الراجل يستفاد وانتوا برضو تستفادوا لو حد فيكم مهتم بالحاجات دي. شاكرين جدا، تابعوا الفيديو للنهايه، شوفوا الحاجات، شوفوا الناس اللي احنا عاملين لهم او احنا ممكن يكون حطينا الفيديو واحنا بنتكلم هنا اهو، عشان برضو نقدر نسهل على الناس اللي زينا تقدر تشتغل وما تتعبش وتعمل مجهود كبير قوي. احنا بقالنا كتير قوي بنوصل للموضوع اللي احنا عايزين نوصله ده، فيعني اتمنى ان احنا نساعد بعضينا كلنا. نخش نشوف الناس. العميل لما يلبس شوز ويخبطه او ينتشه في اي حاجه دي بتبقى حاجه مش حلوه خالص، واتمنى ما حدش يعمل كده تاني. دي قطعه بوم يا جماعه بتاعت ملاعب صالات، برضو من الحاجات الجلد الطبيعي المميزه جدا. زي ما انت شايف كده قطعه بتاعت كوره صالات، ملاعب صالات، حتى من هنا فيها جلد طبيعي. بص عشان خاطر برضو تستحمل برضو ايه الخبطات وسن الرجل يا باشا، اللعيبه اللي بتلعب بسن رجلها، اللعيبه الحريفه. طبعا احنا كنا بنلعب كوره زمان والدنيا كانت حلوه معانا، بس ايه اتجهنا للشياكه، وهي دي الشياكه بتاعتنا. الحمد لله على كل شيء. دي مقاس 46 ونص اسكس، 46 ونص اسكس، من الحاجات الحلوه جل. قطعه مميزه جدا، النعل بتاعها جبلي، نعل جامد جدا ومريح جدا. الفيديو ده يا جماعه لو اتقسم على جزئين ولا حاجه فبرضه تبقى عارف ان احنا في جزء تاني للفيديو. اتمنى ان انت تشوف الشغل الجزئين ويعجبوك ان شاء الله باذن الله. دي قطعه من تحت انا بصورها لك من كل الاتجاهات علشان اكنك واقف كده في المحل بتقلب في الشوز وبتختاره، ونقول لك المقاس وبنبعته لك شحن من غير فلوس. لما بيجي لك بتحاسب على الشحن، او الشوز ما عجبكش او في مقاس غلط او في اي حاجه حضرتك بتحاسب على الشحن اكنك جيت المحل. لو انت جاي من اي بلد من اي محافظه بنوفر عليك المجهود الكبير في الحر وفي التعب اللي احنا فيه الايام اللي احنا فيها دي. ده يا جماعه مقاس 46، ده بولو لارف لورين. ده من الحاجات اللي هي الريتيرن، يعني عدى عليها 14 يوم. طبعا الشوز زي ما انت شايف كده هو جديد. كلمه ريتيرن دي بفضل الله احنا خليناها متداوله في بق الناس كتير قوي، ما كانش حد بيقولها خالص. كانوا بيبيعوا الجديد على اساس ان هو هو المستعمل او الريتيرن على اساس ان هو جديد. بفضل الله احنا عشان خاطر الحمد لله متشافين الحمد لله، يعني بقينا نقول للعميل خد بالك من دي وخد بالك من دي. فالعميل لما بيروح عند اي حد حتى لو مش عندنا بقى فاهم وعنده وعي كبير، مش بسببنا، في ناس بتفهم اكتر مننا طبعا. انا مش بنسب حاجه لنفسي، بس احنا بفضل الله متشافين كويس على اليوتيوب ومن اوائل الناس، يمكن اول حد يشتغل على اليوتيوب بالطريقه دي. يمكن احنا حتى لما بنقول لاي حد احنا شغالين وبنقول له صفحتنا بنقول له يوتيوب بيستغرب قوي مننا، بس احنا واخدين لاين كده مع نفسينا بعيد عن الفيسبوك وبعيد عن التيك توك والترندات والناس اللي بتقعد ترمي الكاوتشات على الارض دي. احنا بنخاطب الناس اللي بتفهم في الشوزات الاصلي بس. دي مقاس 44 بروكس، انا لبستها الشوز ده تحت قبل ما اجيبها، ماسكه عليها شويه. طبعا ال 44 بتاعها تلبسه من قدام عشان البوز رفيع لان هي بتاعت راننج، فمحتاجه واحد لو مقاسه 44 بس وش رجله من قدام رفيع هتبقى كويسه معاك، لكن لو وش رجلك عريض شويه مش هتبقى احلى حاجه. انا بلبس 44 وكانت ماسكه عليا من القطعه من الحته اللي قدام دي لان هي من قدام رفيعه زي ما انت شايف. قطعه مميزه جدا. النعل بتاعها طبعا النعل ده يا جماعه زي ما بقول لك كده يعني عامل زي قطعه الجيلي، حاجه محترمه جدا يعني ان شاء الله. دي قطعه نايك زوم ويلفون برضو يا جماعه. القطعه دي من الحاجات اللي هي الكاستمر ريتيرن على فكره، هي ما فيهاش اي حاجه ولا يوزد ولا نيله يعني ولا يوزد ولا اي حاجه. قطعه مميزه جدا جدا، بس هي ريتيرن مش جديده، والريتيرن عندنا ليه سعر والجديد ليه سعر، كل حاجه عندنا ليها سعرها. وهي ليه ريتيرن عشان خاطر بص هي دي الريتيرن. شايف المنظر اللي تحت ده؟ هو حد كان بيلعب بيها
فيها عجل او حاجه، لان واضح ان هو كان بيلبسها ويعمل بيها وبيبدل بيها، فدي رجعها مثلا بعد 14 يوم. القانون في امريكا يسمح لهم بالكلام ده. طبعا احنا ما عندناش القانون ده يا جماعه في مصر كلها، ما فيش حاجه اسمها ريتيرن، ما فيش حاجه اسمها مرتجع. فاحنا بقى بنستغرب ان في ناس بتيجي عندنا احنا تشتري كاوتش من سنه يقول لك انا عايز ارجعه. يا جماعه مش تبقوا انتوا الدولار علينا، ادونا فرصه نشتغل. دي قطعه مقاس 40، حته كده سينيه صيفي حاجه كده، يعني زي ما انت شايف في الصوره هي موضحه الكلام كله. فرده جامده جدا في الشياكه، تميز كله هنا يا باشا. يعني بتشوف قطع هنا في حاجه بتعمل فوكس بتغير الدنيا، في ضوافر هناك كده وحاجات تخلي الدنيا تتغير اهو، عشان قدامنا كوافير تقريبا فبيعمل فوكس على الوشوش. هو الموبايل بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيفهم ان ده وش فبيروح عامل فوكس عليه وبيسيب الشغل بتاعنا. دي مقاسها 40 زي ما انت شايف كده يا جماعه. دي قطعه من القطع اللي انا بحبها جدا جدا جدا. البلاديوم من الفرد، عايز اقول لك بيلبسوها مشاهير مصر. احمد حسام ميدو عامل زي معرفش كولابريشن ولا ايه، عامل زي شراكه مع الناس دي، دايما بيلبس الجزم من عندهم. الجزمه دي تبقى اخوها كان بيجيبها لي زمان من انجلترا، فرده حلوه جدا بتاعت المشاهير برضه، ديفيد بيكهام وبراد بيت والناس دي بيلبسوا الجزمه البولديوم دي. حاجه كده في الشياك، في ناس بتفتكرها باتا، مش باتا دي يا جماعه. اي حد بس جديد وما يعرفش في الشوزات ممكن يقول لك ايه يا معلم ده، بس هي في الشياكه على الاخر. طبعا زي ما انت شايف كده احنا بنقول لك تفاصيل الشغل. بص تحس ان هي زي تومي واخده نفس العلامه دي، بس هي تقريبا الشوز ده اعتقد ان هو فرنسي عشان العلامه دي، ما اعرفش الله اعلم. انا مش عايز اقول حاجه بتكون مش صحيحه، بس انا كنت فاكر ان الشوز ده انجليزي. البولديوم انا كنت فاكر ان هو انجليزي. دي قطعه نايكي فلات، من الحاجات اللي هي ايه اللي تحس ان هي زي السابوهات السكتشر والكلام اللي هو اللي الرايق قوي ده. دي مقاسها يا جماعه 43 27 سم ونص، 43 27 سم ونص. تحس ان هي فانس كونفرس في نفسها كده زي ما انت شايف كده. الشوز ده ريتيرن بحاله الجديد يا اخوانا. بص انت واحكم بنفسك، شوف المستوى اهو ما شاء الله، بس ده ريتيرن مش جديد. القطعه اللي جايه دي يا جماعه قطعه عملاقه عملاقه، استنى بقى كده وشوفها عشان هتعجبك قوي قوي قوي. القطعه دي يا جماعه مقاسها 42 27 سم. بص الشياكه دي تومس، اللي ما يعرفش يا جماعه التومس يعني فايته كتير قوي 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 قوي. تومس دي من البراندات اللي كانت خاربه الدنيا فتره كبيره جدا في السعوديه، كانت الناس يعني واخداها ترند قوي 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 قوي. فرده حلوه 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 زي ما انت شايف كده. بص من جوه، بص من جوه عامله ازاي اهو. لحظه 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 لحظه، بص من جوه عامله ازاي. ده بيعمل ايه بقى؟ ده اوقف كده لان البتاع ده هتقعد تجري. دي بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ دي بتمشي بتنشط الدوره الدمويه في الرجل كلها. يعني جزمه طبيه بمعنى الكلمه، طبيه بمعنى كلمه طبيه، يعني مش طبيه وخلاص، يعني مش كلمه طبي على اي حاجه، لا ده جزمه طبي فعلا، ان هي بتحرك الدوره الدمويه في الرجل للناس اللي عندها السكر او الناس اللي عندها تجلطات في الدم او حاجه زي كده. فدي بتمشط الدوره الدمويه في الرجل وبتخلي الموضوع يبقى احسن وافيد بكتير. حته كده عايزه نجم فنان او واحد بيحضر حفلات خاصه. مقاس 38، مقاسها صغير. نجيب منين المقاس ده ويكون عايز الشياكه دي؟ عايزين حد فنان يكون رجله صغيره. يعني بص معادله صعبه. طبعا الفوكس بدا يهرب عشان الجزمه مقاسها صغير، فانا معلش هحاول بقى ايه امسكها بايدي كده واوريها لكم. هي جزمه فيرنيه، كلها فيرنيه، مميزه جدا. مقاس 38 اديداس، مقاس 41 وتلت. فرده دي عندنا منها تقريبا مقاسين او ثلاثه، كنا عاملين عليها خصم كبير جدا. هي وحاجات هوريها لكم او هحط لكم صورتها دلوقتي كده. كان سعرها 1300 وعاملين عليها عرض كبير جدا مش بتمنها خالص يا جماعه. شغل الاديداس اللي هيجي الفتره اللي جايه اسعاره هتكون عاليه، وهتكلم بالتفصيل عن موضوع الاسعار ده في فيديو منفصل تماما. استنونا كتير جدا على المشاهده الطويله. لو بنكون مطلع عليكم وعايزين نختصر شويه قولوا لي برضو، انا بتقبل وبقرا كل الكومنتات. اي حد عنده اي انتقاد محترم نبني عليه حاجه مختلفه ونحسن من شغلنا، انا بحطك فوق دماغي.